بزنس ديفلوبمنت ده مهم للشركات ولا مهم؟ يعني اتكلم في القصة دي بتفاصيل اكتر. وفي حد من الشباب على الفيسبوك، صالح، هو من اكتر الناس اللي بتتابعني وبتنصحني وبيقول لي رأيه في حاجات كتير ودايما متابع بشكل قوي. فصالح كمان حابب يشارك معانا، عنده مجموعة من الأسئلة كان حابب يعني يتناقش فيها معايا، وعنده رأي في الإجابات. يعني هو مش مجرد واحد عايز يسأل وخلاص، لا، هو الراجل اجتهد وجمع شوية من إجابات الأسئلة. فأنا مستنيه بس يدخل. بس بشكل عام محور الحوار هيدور حول البيزنس ديفلوبمنت. انا شخصيا بعتبر البيزنس ديفلوبمنت والماركتنج والسيلز، يعني احنا يعني بنحضن العيان كده يعني بنحضن العميل العيان ده، عشان انا جاي من المستشفيات بقى، بشتغل في مستشفيات، فبقول بصيغة العيان. لكن بشكل عام الماركتنج والسيلز والبزنس ديفلوبمنت احنا حاضنين الكاستمر. احنا يعني كل واحد فينا بيحضن من ناحية. يعني لو تخيلت كده ان مثلا السيلز هو اللي بيشد الكاستمر، والماركتنج هو اللي بينقل له المسج، والبزنس ديفلوبمنت هو اللي بيطور من العلاقة اللي بين الكاستمر والشركة او البراند. جايز تبقى اسهل شوية. فليه انا بشبهها بالحضن؟ لان اساس الثلاثة دول وظيفتهم ان العميل يبقى مرتبط عاطفيا بالبراند، ما يبقاش العميل مجرد بيشتري وخلاص. لا، احنا عايزينه يبقى مرتبط كمان بالبراند. فالارتباط ده بينتج عنه ان، يعني ان الماركتينج بقى بيقدم رسائل رومانسية وعلاقات لطيفة مع العميل، والسيلز بيشد العميل ناحية الحضن اللي كنا بنتكلم عليه من شوية ده، والبيزنس ديفلوبمنت بقى هو اللي بيطور العلاقة دي بان هو يقدم هدايا ويقدم افكار تخلي العلاقة دي لونج تيرم، وتخلي العلاقة اللي بين البراند وبين العميل طويلة الأجل. ف... فهو ده ببساطة فكرة البيزنس ديفلوبمنت. ولو حبينا نعرف البيزنس ديفلوبمنت بشكل أعمق، فهو اللي بينقل الشركة من مرحلة لمرحلة. يعني البيزنس ديفلوبر ده واحد وظيفته انه يعني يشوف الشركة دلوقتي واقفة فين، ويحلل وضع الشركة دلوقتي، وبعدين يحدد أهداف الشركة اللي عايزة توصل لها، المستوى اللي عايزة توصل له، ويحلل الفراغ اللي بين المستوى الحالي واللي احنا عايزين نوصل له، ويعمل الاكشن بلان اللي توصلك من تحت لفوق. يعني معنى كده ان هو بيشتغل في ثلاث حاجات. ده البيزنس ديفلوبمنت ببساطة. انا مش عارف اعمل دعوة ازاي يا صالح، معلش سامحني، انا هحاول اعملها لك. بس مش عارف، يعني مش ظاهر قدامي. ثانية واحدة. فببساطة البيزنس ديفلوبمنت هو دوره بيتكون من انه بينقل البيزنس او بيحلل البيزنس الحالي دلوقتي. ده اول دور بيعمله، ان هو اناليسز للكرنت سيتويشن. والدور التاني اللي هو بيعمله ان هو بيحدد الاهداف، بيقعد بقى مع الستيك هولدرز كلهم ومدراء الشركة كلهم علشان يوصل للهدف اللي عايزين نوصل له. فبالتالي بيحدد المستوى الحالي للشركة، وبيحدد المستوى اللي الشركة عايزة توصل له بتفاصيله، وبعدين يبدأ ان هو يعمل الاكشن بلان اللي توصله من ده لده، يعني يوصله من الوضع الحالي للوضع المرغوب للشركة. هو ده ببساطة الفكرة الأساسية للبزنس ديفلوبمنت. ف ف يعني ده الفكرة العامة يعني. طيب، هل بقى ده بيفرق كتير مع الشركات الكبيرة فقط، ولا بيفرق مع الشركات الستارت ابس كمان؟ هل البيزنس ديفلوبر حد بيكون باك جراوند بيزنس، ولا باك جراوند ايه طبيعته؟ يعني هو بيبقى جاي منين؟ بيبقى
يعني بيبقى طالع من انهي قسم، طالع من الاوبريشن، طالع من السبلاي تشين، طالع من الماركتنج، طالع من السيلز، بيكون ايه قصته يعني. طبعا مع التطور بقى اللي بيحصل، فبقى في بزنس ديفلوبمنت طالع من الماركتنج، فده بيبقى تخصصه بزنس ديفلوبمنت فور ماركتنج. وفي بعض الاحيان بيبقى بزنس ديفلوبمنت فور سبلاي تشين، بزنس ديفلوبمنت فور اتش ار. بيكون زي كأنه كده ايه، تخصص دقيق، يعني كأنك رايح لدكتور جراحة، وبعدين رحت لدكتور جراحة متخصص في حاجة معينة، في كسب سبيشاليتي يعني. فتلاقيني دايما بتكلم في الطب، لان انا يعني خبرتي في المستشفيات اكتر بكتير من بقية انواع البيزنس. ف طبعا هو مهم بالظبط يا محمد، هو مهم للستارت ابس والشركات الكبيره، بيفرق مع الاثنين باي ذا واي، مش مجرد الستارت ابس فقط. يعني هو الستارت ابس دايما بتتكلم على انه مهم ليهم، لان هم مش بيبقوا شايفين كل الفرص اللي في السوق، ولكن مهم كمان للكوربريتس، لانه بيطول عمر المنتج. يعني احد اهداف البيزنس ديفلوبمنت ان هو بيطول عمر المنتج. اي منتج في الدنيا عباره عن لايف سايكل، بيبدا من نقطه وبينمو علشان يبيع اكتر، ويفضل ينمو 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 وهكذا. وبعدين تيجي فتره بيحصل زي كده بلاتو او رتابه في المبيعات، ما بيبقاش فيها فلكتويشن، ما بيبقاش فيها فوق ولا تحت، وبعدين يبدا يديكلاين. وظيفه البيزنس ديفلوبمنت ان هو يخلي الكيرف دايما اول لما يوصل للثبات يعمل حاجه تخليه يطلع لفوق، يعمل حاجه تانية تخليه يطلع لفوق اكتر. يبقى راجل بيفكر في الجروث اكتر ما هو بيفكر في المبيعات فقط، وهكذا. بيفكر في لونج تيرم ريليشن وسستينابيلتي او استدامه للمنتج، بحيث ان هو ما يعني بحيث ان المنتج ده ما يطلعش من السوق باي شكل ايا كان هو ايه. طيب بالنسبه بقى للستارت ابس، هو مهم في ايه؟ هل هو مهم في، يعني هل ليه دور في ان يكون منتج لسه طالع ومجرد ان هو يعني لسه نازل السوق المنتج ده، هل بيبقى له دور البيزنس ديفلوبمنت ولا لا؟ طبعا بيبقى له دور في ان هو يكون بيجد الفرص اللي في السوق، لان فرص السوق هي مش مجرد ان الواحد ينزل الماركت ويبيع. لان انت ممكن بعد ما تنزل السوق تكتشف ان المنتج ده الناس بتستخدمه بشكل مختلف عن اللي اتعمل علشانه، او تكتشف ان الناس اللي انت عامل لهم تارجتنج مش هم المستخدمين الاساسيين، وهكذا. المقصود ايه؟ ان البيزنس ديفلوبر هو الشخص اللي بيديفاين فرص جديده للمنتج. فلو انت نازل سوق جديد، فهو الراجل ده عنده قراءه للسوق، وعنده علم بالمنتج اللي بيشتغل عليه، وبيقدر ان هو يجد مميزات في المنتج بتاعك تفتح له اسواق جديده، فبالتالي يبقى sustainable product، يبقى دايما المنتج بتاعك عنده استدامة في الماركت. وده مهم جدا في الستارت ابس اللي بتبني لسه قاعدة مع العملاء. ما يبقاش انت مجرد بتفكر في البيعة وبتخلع، لا، انت بتفكر في لونج تيرم ريليشن مع العميل بتاعك. فبالتالي دور البيزنس ديفلوبر بيكون مهم جدا. انا صالح مش عارف ادخلك للاسف، يعني لو بس تقول لي اعمل ايه هبقى سعيد بيك جدا، لان انا بحاول وللاسف مش راضيه تتم. لو تعرف تدخل على التيك توك يبقى افضل، والناس في فيسبوك ممكن تسمع الكلام. فبعدين النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها برضو في قصه البيزنس ديفلوبمنت، ان البيزنس ديفلوبمنت اللي طالع من الماركتنج والسيلز بالذات، شركات كتير دلوقتي بدأت تبص عليه. طيب هل في مواصفات معينة للبيزنس ديفلوبمنت مفروض تكون موجودة علشان الشخص يتنقل من القسم الطبيعي بتاعه يروح للبيزنس ديفلوبمنت؟ مثلا هديك مثال، لو انت بتشتغل في الماركتنج وعايز تطلع من انك راجل بتاع ماركتنج مانجمنت لانك تكون راجل بزنس ديفلوبمنت مانجر فور ماركتنج مثلا، يعني
ايه اللي انا لازم اتعلمه علشان اتنقل من ماركتنج مانجمنت لبزنس ديفلوبمنت فور ماركتنج. الماركتنج مانجر بيكون دايما راجل اشتغل ماركتنج فترة طويلة وعنده اكسبيرينس في الماركتنج، وفي نفس الوقت عنده اكسبيرينس في المانجمنت. هو ماركتنج مانجر عايز يتنقل لمرحلة أعلى، فلازم يكون اكسبرت في الماركتينج ولازم يكون اكسبرت في المانجمنت. ببساطة نفس التايتل بتاعه. عايز يطلع بقى من ماركتينج مانجر لبزنس ديفلوبمنت مانجر، المفروض يكون عنده 3 حاجات مهمة جدا. اول حاجه ان طبعا قطعا ما فيهاش كلام ان يكون عنده اكسبيرينس في الماركتنج وفي المانجمنت، دي مهمه جدا، بس تكون في الاندستري. يعني لو انا عايز اشتغل بزنس ديفلوبمنت في الريل استيت فور ماركتنج اوف ريل استيت، يبقى لازم اكون عندي خبره في الماركتنج مانجمنت في الريل استيت. يبقى انا عندي خبره الاندستري، خبره الصناعه، علشان اعرف اطلع من مجرد ماركتنج مانجمنت لبزنس ديفلوبمنت فور ماركتنج. دي اول نقطه. دايما ناس كتير ما بتبقاش واخده بالها منها يعني. النقطه التانية، لازم يكون عندي اكسبيرينس في التكنولوجي بتاعت الاندستري دي. يعني ما بقاش مجرد واحد عمل ماركتنج كامبينز واشتغل ماركتنج فور ريل استيت، لا انا كمان لازم اكون فاهم التكنولوجيز الجديده، وعندي استعداد ان انا اعرف ايه التكنولوجيز اللي طلعت اللي بتتكلم على الاندستري بتاعتي والماركتنج فور ذيس اندستري. يبقى اول نقطه ان انا اكون عندي اكسبيرينس في الاندستري نفسها، عندي خبرة في المجال نفسه. وتاني حاجة يكون عندي خبرة في التكنولوجي اللي خاصة بالمجال وخاصة بالاندستري. تالت حاجة ان يكون عندي علاقات وكونكشنز تساعدني ان انا اشتغل، تساعدني ان انا اعمل بزنس ديفلوبمنت، مش مجرد ان انا واحد داخل هتعرف لسه على السوق. العلاقات معناها ايه؟ معناها ان انا عندي خبرة في المجال، في نفس الاندستري، في نفس الماركت. يعني لو انا عايز اشتغل بزنس ديفلوبمنت فور ماركتنج لنفس الاندستري بتاعتي في نفس السوق، فلازم اكون عندي خبرة في نفس السوق على نفس الاندستري. مش عارف انا وضحتها ولا لا. اتمنى لو في حد مش واضح له الموضوع، يا ريت يا ريت يقول لي يعني. ف conclusion الموضوع ببساطة ان اللي عايز يشتغل business development for specific speciality في الماركت، فلازم يكون عنده خبرة فيها في الاندستري، وخبرة كمان في التخصص، وخبرة في التكنولوجيا الخاصة بالتخصص ده. صالح انت معانا ولا مع مش معانا؟ حضرتك أكيد يا دكتور، عامل إيه؟ طمنا على الحمد حضرتك لله، الأول. ربنا يخليك، كله زي الفل الحمد شرف إن أنا متواجد مع حضرتك والله. لله. ربنا يبارك لك يا الصوت صالح. واضح كده تمام؟ تمام، انا سامعك كويس، اعتقد برضو الناس سامعينك يعني. تمام. آه، تمام طيب يا حضرتك. انت كان عندك كده مجموعة من الأسئلة عجبتني الحقيقة وانت بتتكلم معايا، وقلت لي ان الأسئلة دي انت كمان محضر لها شوية إجابات، بحيث يعني أه. في نقاش بيني وبينك، ما بقاش انا بتكلم وانت بتسأل وخلاص. فانا حابب كده ايه نبدأ نسمع الناس الأسئلة، ونبدأ ان احنا نتناقش فيها مع بعض. بس قول لي كده في الأول، انت في وجهة نظرك السيلز والماركتينج والبزنس ديفلوبمنت، انت شايف هل هم مرتبطين ولا لا؟ وشايف ايه الفروقات اللي بينهم وبين بعض؟ لان في ناس كتير ما تعرفش الفروقات دي. هو لازم يعني، هو بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول هو أكيد التلاتة مرتبطين ببعض من مم. حيث كفكر. يعني هو لازم عشان أوصل للجامعة لازم بعدي على الابتدائي ثانوي، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة. فما ينفعش إن أنا أطلع يعني في الفترات الأخيرة كنت بلاحظ إن بيبقى فيه اللي هو الفريش جراديوت لسه تمام لسه متخرج جديد. هو بزنس ديفلوبمنت. طب ازاي انت يعني انت اشتغلت ايه الاول؟ طب ايه اللي انت درسته؟ هو لازم عشان توصل كفكر كفعلا تدي يعني توصل للبوزيشن ده في حياتك، وان انت تبقى ناجح فيه، ان انت متواجد وتعرف ان انت تنجح الشركة او المكان اللي انت هتبقى موجود فيه. لازم تبقى درست الماركتينج وتعمقت فيه وخدت فكرة عن السيلز واشتغلت سيلز. لان انت كبيزنس زي ما انت تمام ما بتبقاش اصلا علاقتك بالعميل ك... كزي علاقتك بالعميل كسيلز.
فانا النهارده بيتحط يعني. عشان نبسطها للناس، انت بتتكلم على ان السيلز والماركتينج دول البيزكس اللي على اساسها يبدأ بعد كده يطلع على مستوى بالظبط البيزنس. كده. يعني صعب فانت ان حد ده بعد بزنس طبعا ده مع ديفلوبمنت. العلم والدراسه. اكيد. اكيد يعني طبعا، هي يكون مفيش عنده حل خبرة النهارده. عملية ويكون دارس سيلز وماركتينج، وبعدين يطلع يطور من نفسه بقى يوصل لمرحلة البيزنس ديفلوبمنت. انا متفق كده معاك تماماً. كده يقدر يعني يدي لنفسه الكارير، كده يقدر ان هو الشركات النهارده الستارت اب كلها بتنجح. لا بتنجح ليه؟ ما هو انت لازم تكون عندك الخبره الكافيه. ما ينفعش ان انا كشاب لسه 28 سنه، 29 سنه، 25 سنه، اروح اقول ان انا بزنس ديفلوبمنت واقود شركه وعايز اعمل شركه ستارت اب. طب ما انا اكيد اوريدي، انا قبل ما افكر انا فشلت نفسي. طب ما هو انا ليه احط نفسي في الموقف ده؟ او ليه ان انا احط اللي معايا، التيم اللي معايا في ضغط، وانا اصلا يعني كهوية السكيل، يعني مفيش ولا سكيلز ولا نولج ولا أي حاجة بالاتنين القاعدتين الأساسيين. يعني هو في البداية كان هو الماركتينج، السيلز، بعد كده تطورت بقى في ماركتينج وسيلز، بعد كده تطورت ووصلت لإيه؟ الديفلوبمنت. تمام. طب بزنس. البيزنس ديفلوبمنت. حاول تعلي فبناء صوتك شوية يا صالح، في ناس بتقول صوت. آه، طيب أنا بس يعني برضو من الحاجات اللي كنت عايز أتكلم معاك فيها، آه، طالما احنا بنتكلم على إن السيلز والماركتينج هم الأساس، ففي دايما نقاش كده بين الماركتينج والشباب اللي بيشتغلوا في الماركتينج بشكل عام. دايما بيبقى عندهم كونفليكت كده ان الماركتينج ده مش بتاع ارقام، ان الماركتينج هو بيميل للبراندنج وللارت وسايب الحته بتاعه الاوبريشن والارقام وهكذا. تمام. المفهوم ده خاطئ تماما يعني. تمام. اي ماركتير بعيد عن الارقام فهو بيخسر تقريبا 70% من الاكسبيرينس بتاعته، وبيخسر 70% من الاوتكمز اللي كان المفروض يعملها يعني. ليه؟ لأن الماركتينج هو يعني أساس الماركتينج. كان زمان في الشركات أول لما الماركتينج ده طلع كان اسمه البلاننج ديبارتمنت، كان اسمه قسم التخطيط. وبعدين تطور بعد كده بقى سيلز، وبعدين بقى ماركتينج، بعد سيلز وماركتينج، وبعدين اتفرقوا، وبعدين بقى في أقسام كتير بقى بعد ما الديجيتال كمان دخل في القصة. فالمقصود إن الماركتينج من غير أرقام ده شيء يعني يعني متدني جدا. هو شغلنا وانا كله أرقام كان أصلا. عندي مشكله مع الماركتير اللي ما اشتغلش سيلز يعني. بيبقى عندي دايما، انا عندي مشكله ان الماركتير اللي ما اشتغلش سيلز قبل كده بتحسه في حته ناقصاه، القفله مش موجوده. فبالتالي طبعا عشان اكمل على كلام صالح، البيزنس ديفلوبر اللي ما عندوش بقى ماركتنج وسيلز فهو بالتالي في ضياع أليم يعني. فانا متفق معاك تماما يا صالح، بس كنت عايز اسالك بقى ايه الفرق بين دور البيزنس ديفلوبر في الستارت ابس و والفرق بين البيزنس ديفلوبمنت في الكوربريتس الشركات الكبيره؟ هل في فرق ولا الاثنين تقريبا واحد في وجهة نظرك يعني؟ لا هو طبعا مش هتيجي في وجهة نظر حضرتك حاجة أكيد، يعني الخبرة وفرق السن طبعا أكيد. بس هو في فرق جامد. الفرق إن هو بيبان جدا كويس، يعني هو كحجم وكمساحة بيبان، وبيبان شغله أكتر في الستارت أب. مهم. تمام، في الستارت أب بالذات. إنما تعالى كده يعني كولا، بيبسي، نسلة، سافيولا، مش هتلاقيه باين بحجم الستارت اب. مش هتلاقي نفس الامكانيات. ليه؟ هو النهارده اوريدي بيبسي وكولا والشركات المالتي ناشونال دي كلها، يعني هي شغاله على اجنده اصلا. تمام، زي ما حضرتك فاهم، لمستوى مثلا نقول 5 6 سنين 10 سنين قدام. فهو بيجي يكمل الاجنده اللي موجوده. انما تعالى بقى كشركه ستارت اب لسه بيبتدي. هو كفكر بيبان يعني كأناليسيس للسوق، كتطوير، كنتورك. هو يعرف يخلق نتورك لنفسه، يعرف يصنع نتورك، يعرف استقطاب العميل. بيدور دايما على العميل، بيشوف الكاتيجوري بتاعه، بيشوف حاجات كتير هو بيبان فيها. ليه؟
ان هو لسه بادئ، حاجة لسه بتبتدي، بعكس حاجة بادية ليها كبراند علشان معمول. نوضحها اكتر، الجزئيه دي ان دايما دور البيزنس ديفلوبر في الستارت ابس بيكون انه بيشوف يعني هو خلاص الستارت اب دلوقتي بدأ يبقى له كلير باث واي وكلير تارجت سيجمنت. الكاستمرز بيشتروا المنتج عشان يستخدموه في الحاجة الفلانية، فواضح قدام الناس التارجت سيجمنت اوف المنتج ده، واضح قصاد الشركة how to market for this target segment، يعني ازاي نستهدف العملاء دول. لكن لما يكون البيزنس ديفلوبر شايف البروسيس دي، هو المفروض بقى يجد مميزات في المنتج يسوقها لنيو ماركت، يفتح نيو ماركت، او يشوف other uses او استخدامات اخرى للمنتج ده، علشان دايما يبقى في باك اب للماركت. الماركتنج تيم شغال بمسجز معينه بيوجهها للعميل، والراجل بتاع البيزنس ديفلوبمنت ده بيجد فرص اخرى المنتج مش شايف، او الاداره بتاعت الشركه مش شايفاها، او اداره البراند مش شايفاها. فدايما هو اكنه بيجد بزنس لاينز مختلفه او استراتيجيز مختلفه. الماركتنج ماشي في الاستراتيجي بتاعته مفيش خلاف، لكن هو بيشوف باراليل استراتيجيز او استراتيجيات موازيه للي شغاله دلوقتي، علشان يبقى في سستينابيلتي وفي تجربه، ما يبقاش ماشيين في خط واحد، لان ده منتج جديد، احنا بنتكلم على ستارت اب. فبالتالي لو انت فضلت ماشي في خط واحد للنهايه، قد تكون النهايه فعلا وتطلع بره السوق. فلازم هو يجد بدائل طول الوقت علشان يبقى في سستينابيلتي او استمراريه للمنتج ده. ولو تمام. رحنا بقى ناحيه الكوربريت، فهو الراجل بيطور من المنتج اللي شغال اوريدي، يلحقه قبل ما يوصل لمرحله الديكلاين. زي ما قلنا، اي منتج في الدنيا في حاجه اسمها برودكت لايف سايكل. اللايف سايكل دي بتبدا بان المنتج ده بيبقى جروث، نمو بيطلع لفوق، بعدين بيريح شويه، وبعدين يبدا يديكلاين. فهو المفروض ان بيطلع في المرحله دي ان هو بيبدا ينشط المنتج ده، ويفكر ازاي يطلعه بقى في نيو ماركت، يطلعه في نيو تكنولوجي، يبدا يخلق افكار جديده ومشروعات جديده تحافظ برضو على وجود المنتج ده في السوق. تمام. آم، آه، بس محمد بيقول الفرق بين انك تمشي على الاستراتيجي بتاعه الكوربريت وانك تخلق استراتيجي، صح كده؟ اللي بيمشي على الاستراتيجي دايما الماركتنج والسيلز. بعد السيتلمنت اوف الاستراتيجي تلاقي الماركتنج والسيلز بينفذوا بقى وبيفولوا الاستراتيجي دي. انما البيزنس ديفلوبمنت بيبقى دور ان هو يكرييت نيو استراتيجي باراليل او موازيه للاستراتيجي الحاليه، فبالتالي يفضل دايما المنتج بصحة جيدة في السوق وينمو وهكذا. طيب صالح، التحديات بقى والمشاكل اللي بتقابل البيزنس ديفلوبر ايه في الفترة دي من وجهة نظرك؟ في الستارت اب بالذات يعني بنلاحظ صوتك شوية يا صالح. في الستارت اب تمام دايما يعني هو كمنتج تمام كاتيجوري تمام بي يعني ما ينفعش نبقى شغال على كاتيجوري واحد تمام. في شركات بتبدأ بمنتج واتنين وتلاتة، فده مش كويس. ليه؟ لأن أنا لما أجي أبدأ بعدد منتجات قليلة دايما، فأنا ليا منافسين أكيد. يعني أنا ما هو النهاردة أنا مش هختار، يعني بيبقى صعب إن أنا اخترع منتج مش موجود. هو يعني أغلبية السوق دلوقتي هو كوبي بيست، بس إيه تطوير، يعني بطور منه. في ميزة إن أنا يبقى عندي ميزة تمام، عكس غيري. ميزة إن أنا بدور على عميل دايما، يعني اللي هو لما يجي أغلبية الشغل حاليا تمام، والعملاء فاهم العميل نفسه، فاهم هو هيسأل هنا وهيسأل هنا. فأنا النهاردة مش ببيع منتج بس، مش بدي للعميل منتج بس، لا أنا بدي للعميل منتج تمام وميزة. إيه الميزة اللي أنا بقدمها؟ فهو من أكتر المشاكل اللي بتقابل الشركات اللي هي الستارت اب تمام في الديفلوبمنت فيها، ان هو ما عندوش الميزه في الاول. طب ليه انت ما عندكش الميزه في الاول؟ وانت يعني ليه؟ دي من اكتر المشاكل اللي انا شفتها في السوق. الميزه مش موجوده، هو مجرد ان هو جايب منتج تمام آه وشغال عليه بس. طب انت فين الميزه اللي موجوده عندك؟ انا النهارده تمام لما الاقي المنتج ده عند دكتور هيثم تمام،
سعره ارخص من صالح مثلا. طب ما انا هاخده من دكتور هيثم. طب ايه الميزه اللي انت بتقدمها؟ المفروض ان انا بدور على خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع. والعميل دايما بتاعي بيدور على ايه؟ يعني العميل بتاعي دايما ايه ايه متطلبات العميل بتاعي؟ هو دايما العميل بيدور على الراحه، الحاجه اللي توصل له اسرع، الخدمه كويسه. الحاجات دي دايما العميل بيدور عليها. يعني ببساطة تقصد إن البلاننج للمنتج يكون في قدرة الشركة على إيجاد النيدز الحقيقية بتاعت الكاستمر، النيدز والبنفيتس اللي الحقيقيه. موجودة في البرودكت ده اللي تعمل ساتسفاكشن للكاستمر او تعمل ارضاء للعميل، فبالتالي يشتري مني ويفضل علاقتي بيه قوية. فدايما لما يكون في ستارت اب يبقى مهم جدا ان هو يبقى فيه فوكس على المنتج وعلى الكاستمر. تبقى انت بتدرس الكاستمر بتاعك والتغيرات اللي بتطرأ على العملاء. يعني ايه تغيرات؟ يعني تغيرات في الاحتياجات، تغيرات في النيدز، تغيرات في طبيعة الاستخدام، اليوزابيلتي ايا كان اللي العميل بيستخدم بيها المنتج. وفي نفس الوقت تبدأ تطلع بنفيتس في البرودكت بتاعك، مش مجرد انك انت بتبيع المنتج وخلاص، لا انت بتشوف مميزاته وازاي المميزات دي بتعمل روابط عاطفية، ازاي بتخلق كونكشن بينك وبين العميل بتاعك، علشان تفضل الروابط دي مستمرة ويفضل العميل يشتري منك المنتج بتاعك. آه، مش عارف انت سؤالك ايه، معلش يا عصام. مش فاهم السؤال والله. يعني ايه ماركتنج ولا بزنس؟ ايه فين السؤال؟ ف تمام. ايه السؤال اللي بعد كده يا صالح؟ هو احنا عندنا كذا سؤال، يعني احنا في كذا سؤال مع بعضينا كده. تمام. هي من أهم المشاكل برضو اللي بتقابلنا، يعني في نفس السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه. تمام. هو مش فاهم أو ما عندوش حتة إن النولج تمام، أو فهم التحديد، يعني تحديد الآلية والأولوية. فين الأولوية؟ يعني هو أولويته إيه؟ فين الأولويات بتاعته؟ هو لو ما حددش الأولويات بتاعته، تمام، هو هيطلع بره السوق اوريدي في الأول. ليه هيطلع بره السوق؟ هو مش عارف فين أولوياته. تمام. فين الأهداف المطلوبة. تمام. بيحقق أهداف غير مطلوبة. يعني هو يحقق هدف، تمام، هو مش مطلوب أصلا. طب ليه؟ يعني أنت رحت فين؟ طب كفكر كبلاننج. تمام. وضحنا برضو عشان الناس ما تتوهش مننا فكرة تحديد الأهداف المطلوبة والبعد عن الأهداف الغير مطلوبة. يعني أنت ممكن تكون بتحقق حاجة هي مش أولوية دلوقتي. الشركة ممكن تكون في بدايتها عايزة تكسب عدد عملاء كبير وتعمل داتابيز علشان تستغلها بعد كده. فيبقى لو في ميس دايركشن هتلاقي الجماعة بتوع السيلز شغالين يجمعوا داتا عملاء، وتلاقي بتوع المالية عمالين يزعقوا علشان مفيش أرباح، وتلاقي بتوع الاوبريشن بيقول لك الطلبات كبيرة عكس أقل بكتير، أكتر بكتير من قدرتنا على استيعاب الطلبات المطلوبة، وهكذا. فدايما لما تكون الرؤية مش واضحة والأولويات مش مترتبة صح، والمرحلة مش مفهوم هي هدفها ايه، بتلاقي الشركات كلها بتخبط في بعض. فالأصل دايما ان الشركات بتبدأ بان هي تعمل كاستمر بيز، وبعدين تبدأ تفكر في الفاليو اللي طالعة من الكاستمر بيز دي، ازاي نزودها بعد كده مع الوقت يعني. فأساس المرحلة هو اللي بيتحكم في اتجاه الشركة كلها. يعني لو الشركة بادئة كلها بتدور على بروفيت، فمعنى كده ان كل الاتجاهات رايحة ناحية تحقيق الارباح، حتى لو من عميل واحد مش فارقة. لكن لو انا ببني كاستمر بيز ويفرق معايا في المنتج ان انا يكون عندي كاستمر بيز، فبالتالي لازم تكون اول مرحلة الانتشار، حتى لو هخسر شوية في مقابل ان انا ابص لقدام. انا كده شرحت كلامك يا صالح بشكل او اخر. تمام. عندنا سؤال
طيب استنى، عشان قياسي. في شيماء بتسأل الفرق بين ريادة الأعمال وإدارة الأعمال. وإزاي أقدر أطبق فكرة رغم وجودها بكثرة في سوق العمل. هل الأفكار تكون قليلة العمل عليها؟ طيب بصي ببساطة، ريادة الأعمال دي ملهاش أي علاقة بإدارة الأعمال. يعني ريادة الأعمال دي يعني دي كونسبت، دي فكر. ممكن يبقى الواحد ما عندوش بيزنس اصلا، وممكن يبقى موظف ولكن هو رائد اعمال في الاخر. ازاي بقى ده؟ ريادة الاعمال هو تحويل الافكار من مجرد ان هي افكار الى مشروعات بشكل كرييتيف. والمشروعات اللي بشكل كرييتيف دي بتحل مشكلة معينة في الحياة. وبعدين انا بقى لو امتى اتحول لرائد اعمال؟ لما اكون قادر اشجع الناس ان هي تفكر بشكل كرييتيف علشان تلاقي افكار تحل مشاكل، وهكذا تبدا السايكل من اولها لاخرها. فدي رياده الاعمال. حتى لو انا بتكلم في افكار، حتى لو انا راجل بساعد الناس انها تطور من افكارها من غير ما اكون عندي بيزنس، فممكن انا ابقى رائد اعمال. فده بتشتغل على الكونسبت، بتشتغل على طريقه الليدرشيب بتاعه الشخص رائد الاعمال ده. انما اداره الاعمال اللي هو البيزنس مانجمنت، او ان انا اتعلم يعني ايه بيزنس، اتعلم يعني ايه اوبريشن، اتعلم يعني ايه ماركتنج، وهكذا. آم، الافكار اللي موجوده في السوق دلوقتي كتيره، وكل يعني كل الافكار بدات تطلع بشكل او اخر. لكن الافكار اللي بتنجح وبتستمر هي الافكار، المشروعات اللي بتحل ازمه، يعني بتجاوب على سؤال، او بتحل مشكله حقيقيه عند العميل. ده اللي بيخلي العميل يرتبط بالمنتج، خصوصا في البدايه قبل ما يكون في منافسه شرسه. فلو انا عندي منتج او فكره جديده بتحل مشكله عند الناس، فده نسبه نجاحه بتكون اعلى بكتير من تكرار الافكار بشكل عام. الا لو السوق محتاج. يعني نفترض مثلا ان في 10 شركات بيصنعوا مخبوزات مثلا، ولكن السوق محتاج 30 شركة. ففي الحالة دي طبعا هتكون بتحل مشكلة عند الناس، فبالتالي متوقع لها النجاح. طيب عصام بيسأل: عندي براند ويدنج بلاننج، وعملت كذا ايفنت الحمد لله، فعايز أبدأ أدرس عشان أطور المشروع. فأبدأ بدراسة إيه، ماركتينج ولا بيزنس؟ انا ما اعرفش انت ناقصك ايه. يعني ما اعرفش هل انت انت محتاج الدراسة في ايه؟ هل انت دارس وعايز تطور من نفسك، ولا انت مش دارس، ولا ايه؟ السؤال ده ما بيتسألش بالشكل ده. لازم تعرف انت فين، وايه يعني ايه المستوى الحالي بتاعك، وايه اللي انت عايز توصل له بالنولج دي. ما انت ممكن اصلا ما تكونش محتاج ولا بيزنس ولا ماركتينج، وتكون محتاج مثلا فوتوشوب، معرفش. ف ف فما تسالش السؤال بالشكل ده. لازم قعده ولازم اسئله وعشان اقول لك تدرس ايه. ولكن بشكل عام، دراسه البيزنس والماركتنج مفيش تعارض بينهم. انت لو درست ماركتنج فهتلاقي جزء منه في محتوى دراسه البيزنس، ولو درست بيزنس فهتلاقي جزء منه في محتوى دراسه الماركتنج. فمفيش تعارض، لو درست دي او دي مفيش فرق. ده بشكل عام. لكن ممكن تبقى حالتك انت كشخص مش محتاجة الماركتنج ولا البيزنس، او محتاجة الاتنين، مش عارف. طيب يلا صالح، اتفضل اسأل السؤال اللي بعده. فايدة وجود البيزنس ديفلوبمنت، تمام، بشكل رئيسي في الشركات، وخصوصا الشركات الستارت اب، تمام. آه، ايه هي الفايدة من وجوده؟ تمام، هو الفايدة من وجوده حضرتك ليها حاجات كتير، تمام. هو أول حاجة، هو بيعرف يحدد لنا في يعني فين المشكلة بالظبط. يعني في شركات، تمام، بتبقى بتبيع بس مفيش ربح. طب مفيش ربح ليه؟ هو في مشكلة عنده بس هو مش عارف يحددها. يعني كاونر، تمام، هو مش عارف يحدد فين المشكلة عنده، تمام. فدي من أكبر الفوائد وجود الديفلوبمنت، تمام، أساسي في الشركات الستارت اب، هو تمام. بشكل عام البيزنس ديفلوبمنت دايما بيبقى دوره، اول دور ليه هو تحليل الوضع الحالي. انه بيحلل جميل. احنا فين دلوقتي، وبيجمع المشاكل اللي موجودة، وبيبدأ يعني يعمل بروبلم ديفينيشن.
تمام. الصعوبة دايما في حل المشكلة انك تفهم المشكلة هي ايه اصلا. ولو فهمت المشكلة صح، الاصل انك انت هتعرف تلاقي لها حلول بعد كده. فزي ما انت قلت فعلا، إن احد اهم ادوار البيزنس ديفلوبمنت ان هو يتعرف على المشاكل اللي موجودة في المنتج وفي البراند اللي شغال عليه، وبالتالي يقود الشركة لحل المشاكل دي. فدي من أهم مميزات البيزنس ديفلوبمنت، هي بروبلم ايدنتيفيكيشن والبروبلم سولفنج. ايه تاني يا صالح؟ تمام. هو دايما بيبقى باصص يعني يعني انا كسيلز تمام ببقى باصص للفوكس نفسه بتاع البيع. انما كماركتينج تمام هو شغال كرياتيف تمام، بيطلع كرياتيف اللي عنده، بيشتغل على التوسع على ارقام. كبزنس ديفلوبمنت تمام بيبقى نظريته مختلفة خالص عني وعن الماركتنج. ليه؟ هو باصص انا باصص للبيع. يعني انا باصص داخل عامل الفوكس ان انا عايز احقق التارجت ده بالرقم ده بس. الماركتنج تمام هو عايز يعمل شير، يعمل عدد فلاورز، عدد زيارات اكتر، يشوف العميل، بيبقى ليه صورة ابعد مني انا تمام. البيزنس ديفلوبمنت تمام بيبقى ليه وجهة نظر ابعد مننا احنا الاثنين شويه. ليه؟ بحكم ان هو اشتغل سيلز واشتغل الماركتنج تمام، فدمج، عمل عمليه دمج بين الاثنين. وهو هنا بقى يعني زي ما بيقولوا كده بالعاميه، هو خط الوسط الهجوم هو اللي هيخلي يعني نسبة الربح دايما هو عينه على نسبة الربح أكتر، عينه على المنتج اللي جايب مبيع أكتر. طب هو كلفني كام؟ يعني التكلفة نفسها بتاع المنتج، الكوست نفسه بتاع المنتج نفسه ده هو كام؟ طب هامش الربح بتاعه تمام. طب ايه المنتج اللي يعني في بيبقى عندي في الكاتيجوري دايما واقع؟ ببساطة بيبقى البيزنس ديفلوبر بيعمل اناليسز للوضع الحالي، فبالتالي بيجد المشاكل الخاصة بالمنتج أدائه، بيجد المشاكل الخاصة بالسوق، والمشاكل اللي خاصة كمان بالبروفيت أو الأرباح، لو في مشكلة في الأرباح. فهو علشان كده دوره في تحديد المشاكل وتحليل الوضع الحالي. دي أهم مهارة تكون عنده. بعدين يحدد احنا عايزين نوصل لإيه. فلقينا مثلا مشكلة في البروفيت، لقينا مشكلة بروفيت. في الربح، فبالتالي هيبقى عندنا من ضمن الاوبجكتيفز بقى اللي عايزين نوصل لها ايه، ان احنا نحقق رقم معين من الربح. فهو عرف المشكله وحدد لها تارجت. يبقى دي تاني سكيلز عنده، ان هو تحديد التارجت، تحديد الاولويات، تحديد الفوكس بتاعه. هل هيفوكس على المنتج نفسه في تطويره، ولا يفوكس على الارباح، ولا يفوكس على ايجاد سوق جديد؟ ايا كان الاناليسيس بتاعه وصله لايه. فهو بدايه كده بيكون اهم سكيل عنده هي الاناليسيس للوضع الحالي، current situation. وبعدين تحديد الاهداف، تحديد الجولز اللي عايزين نوصل لها. وبالتالي هيكون في اكشن بلان بقى بتوصلك من المرحله اللي انت فيها دلوقتي للمرحله المستهدفه. فدور البيزنس ديفلوبمنت ان هو يعمل الثلاث حاجات دول: شرح المرحله الحاليه والمشاكل الحاليه، يحط ايده على المشاكل، وبعدين بناء على فهمه للمشاكل دي يحدد الاهداف. دي تاني حاجه. تالت حاجه، عمل اكشن بلان عشان توصل الشركة من المرحلة دي للمرحلة المستهدفة اللي فيها حل للمشاكل بقى وإيجاد فرص جديدة في السوق وهكذا. مظبوط يا حسن. هي تحديد الأهداف. بس أنا في وجهة نظري إن مش الأصعب مش تحديد الأهداف، الأصعب دايما تحليل تحديد الوضع المشكلة، الحالي، الوضع الحلو والمشكلة إيجاد نفسها. المشاكل. بالظبط. في فإيجاد نقطة مهمة المشاكل. برضو، نعم. في نقطة مهمة هي الأوبجكت نفسه تمام. الأوبجكت نفسه بتاع الشركة، هو شايف الأوبجكت يعني إزاي يحدد الأوبجكت بتاع كل واحد. لأن في ناس يعني بتبقى عايز تشتغل بدماغها، بقى حاسسها زي ما أنا كنت حاسس، أنا كنت يعني معتقد، هي ولا بالإحساس ولا بالمعتقدات. فاللي احنا عايزين نقوله إن هي بالعلم وبالعمل وبالخبرة تمام، هما الاتنين بيكملوا بعض. هي في الآخر يعني لو الشركة كلها ماشية في وان دايركشن او في اتجاه واحد مش هيحصل اللي انت بتقول عليه. يعني هي دي ليدرشيب. يعني دايما في ناس بتفهم كلمة الليدرشيب غلط.
بتفتكرها ان هو واحد بيعرف يقرب من الناس والناس تحبه والجو ده. ولكن هو في الاخر الليدرشيب هو حد بيقود فريق لتحقيق هدف معين. فمشكلة الليدرشيب دايما في الشركات عدم فهم مشاكل الشركة، وبالتالي عدم وضوح الهدف، وبالتالي عدم القدرة على قيادة الفريق للاتجاه المظبوط. فدايما لما بنلاقي شركة فيها مشكلة ليدرشيب، فدايما بتكون مشكلتها هي حتة توجيه الفريق للهدف، وليس التحكم في الفريق فقط. طيب في أي أسئلة تانية عندك يا صالح، ولا كده احنا اه عدينا لسه. عليهم؟ لا لسه في سؤالين او ثلاثة كمان لو وقت حضرتك يسمح يعني. قول قول اتفضل. هي كيفية خلق الميزة التنافسية، تمام، ومقابلة التحديات اللي هو بيقابلها، تمام، وإن هو يطور منها، والرؤية دايما منظور الرؤية، تمام، للأمام. لا أنا ما فهمتش الحتة دي، معلش. هي خلق الميزة التنافسية، تمام، مم. كيف يخلق ميزة تنافسية، تمام، أثناء دي التحديات، يعتبر يعني هو اتكلمنا ده. عليها لما قلنا إن هو دايما بيشوف احتياجات العميل المتغيرة، وفي نفس الوقت بيشوف المميزات التنافسية اللي في المنتج، علشان يعني زي كأنه بيوفق راسين في الحلال كده. تمام. يعني علشان تبقى دايما في علاقة مستمرة بين العميل وبين المنتج. وده أحد أهداف البيزنس ديفلوبمنت، السستينابيلتي أو الاستدامة في العلاقة يعني. فأعتقد دي اتكلمنا عليها يعني. تمام. آه، تحقيق التوازن في الأهداف اللي هي اللونج تيرم، تمام، اللي هي القريبة وطويلة المدى، اللي هي قريبة المدى وبعيدة المدى. بالظبط كده. أي أهداف في الدنيا مش متقسمة مراحل، مش متقسمة أهداف صغيرة، فهي في الآخر بتبقى سراب. يعني إيه؟ يعني لو أنا آه عندي هدف إن أنا أكون أعظم شركة في الاستيراد والتصدير، ولكن الهدف ده أنا مش شايفه متقسم إزاي على مراحل، كل شهر هعمل إيه، فبالتالي أنا في السراب، أنا مش هنجح أبدا يعني. فطول ما الأهداف مش متجزأة، وطول ما الأهداف مش صغيرة وبتوصل في الآخر زي السلم كده بتطلعك علشان توصل للدور العاشر ولا الحداشر، فهي بالتالي عمرها ما هتكون اتشيفبل. وفي نفس الوقت من سمات الأهداف إنها تكون ميجربل، أعرف أقيس أنا حققت الهدف ولا لأ. حتى لو ما حققتش الهدف، طب حققت كام في المية منه. وبالتالي الكوركتيف اكشن او تعديل الوضع اللي انا عايز اعمله علشان احقق الهدف اللي انا ما حققتوش ده. ف تطوير المنتج بتاعي بالظبط هو انا بطور المنتج بناء على احتياجات العميل، وبطلع بنفيتس او مميزات في المنتج ده بناء على احتياجات العميل، وبروح بعمل لها كوميونيكيشن بقى عن طريق الماركتينج، يوصل الرسالة دي للعميل. فبالتالي المفروض العميل يشتري، واللي ما اشتراش يشتري يعني واللي اشترى مرة يشتري اكتر، وهكذا. في نقطة محمد شوكت بيتكلم فيها، ان انا اشوف الويكنس بوينتس بتاعت الكومبيتيتورز، المنافسين بتوعي، اشوف نقاط الضعف اللي عندهم، فبالتالي ابدا اشتغل عليها انا، فاكسب في السوق اكتر. هي دي آه، حتة خل... نعم. مع حضرتك، هي دي كنت أنا بتكلم فيها دايما مع المانجر بتاعي، تمام، إن دايما العيب اللي عند المنافس بتاعي أنا بخليه ميزة عندي أنا. اه. يعني بخليه ميزة عندي أنا ليه؟ أنا لما هو يكون عندي ميزة، تمام، العميل دايما، انا خلاص انا عارف ان العميل ده مشكلته مع الشركه دي، تمام، مع المنافس بتاعي، آه، ان هو العيب ده موجود دايما في الشركه هنا، تمام. فهو لا، انا مخليه ميزه عندنا. فانا يعني اوريدي كده العميل خلاص، هو انا هعرف اشتغل مع العميل، هعرف اللي هو انا هعرف ابيع للعميل مره واثنين وثلاثه، وهخليه يجيب لي عميل واثنين وثلاثه، مش اللي هو بيع وخلاص وسلام. انا عايز اشرح حته كده، مش عارف بقى الورقه هتبقى واضحه بالنسبه لك ولا لا. هتبقى واضحه ان شاء الله. مش عارف، هحاول يعني.
نفترض ان ده المنتج بتاعي، ومش عارف بقى هنا هتبقى واضحة. لا كده واضحة يا دكتور، كده تمام. بس سنة ورا كده بسيطة. بس أيوه. تمام كده اوريدي، اه كده مية مية. لو ده المنتج بتاعي وفيه مجموعة من المميزات، المميزات اللي في المنتج بتاعي دي كتيرة، مميزات وعيوب. يعني لو عملنا خط كده بالطول بيفصل اه بين المميزات والعيوب، اللي تحت مميزات، اللي فوق عفوا مميزات، واللي تحت عيوب. تمام. آه ف ف فده المنتج بتاعي. طيب، المنافس في الدايرة دي في نقطة تقاطع بيني وبين المنافس بتاعي في المميزات وفي العيوب. ففي مميزات مشتركة وفي عيوب مشتركة، وفي مميزات يونيك عندي مش موجودة عند العميل عند المنافس، وفي عيوب عندي مش موجودة عند المنافس. وفي نفس الوقت المنافس عنده مميزات مش عندي، وعنده عيوب مش عندي. صح كده؟ اوريدي تمام. طيب، انا دلوقتي لو عملت الاناليسيس ده بيني وبين المنافسين بتوعي، المفروض الحتة المشتركة اللي فيها مميزات عندي وعند العميل المفروض اعمل فيها ايه؟ عندي وعند المنافس. المميزات المشتركة اللي بين المنتج بتاعي وبين المنافس اعمل فيها ايه؟ حد عارف؟ هو المفروض ان انا بوجد الوان سيلينج بوينت او البروفيشنال سيلينج بوينت، نقطة التميز بتاعتي انا، وبشتغل عليها. ده رأيي طبعا. يعني دول هسيبهم هرميهم؟ لا مش هنرميهم طبعا. تمام. يبقى انا دول هستثمر فيهم، ولكن مش هتكلم عنهم في الماركتينج. يعني مش هيبقى ده الماركتينج مسج بتاعتي. يعني دول هستثمر فيهم عشان احافظ عليهم وهطور منهم وهبقى راجل برنس فيهم، ولكن دول هستثمر فيهم وهزودهم اكتر بكتير من الوضع الحالي. هفضل دايما طول الوقت بزود في الحاجة اليونيك دي. ودول مفروض ان انا بهملهم. يعني انا دول يعني ما ببصش عليهم في الماركتنج مسج، وبحاول اصلحهم علشان يعني ايه يتحولوا مميزات. والحتة اللي هنا دي لازم انسفها بقى. العيب المشترك اللي بيني وبين المنافس دي لازم تتنسف. ليه؟ لان يعني انا اللي هيميزني دايما عن المنافس بتاعي ان انا اكون اقل في الالم. كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في فيديو من الفيديوهات، ان انا طول ما انا بقلل البينز بتاعه الكاستمر بتاعي او بخليه مش بيعاني بشكل كبير، طول ما انا بكسب العميل ده. يعني طموحات العميل مش ان هو ياخد احسن منتج في الدنيا، على قد ما هو ما يكونش بيتألم عشان يحصل على المنتج بتاعي. فلو انا العيب المشترك ده اللي بيني وبين المنافس كان مثلا الويتنج تايم او الانتظار، فبالتالي دي اول حاجه لازم انسفها، لازم اتخلص منها. علشان لما هيروح للمنافس هيلاقي الانتظار، هيجي عندي ما يلاقيش الانتظار، فلوحده هيشتري المنتج بتاعي علشان اقل في الالم من الالام اللي بيحس بيها عند المنافس بتاعي. والعيوب اللي عندي دي لازم ادفنها بقى، لازم اخفيها، لازم اداريها طول الوقت لو ما كنتش عارف اصلحها، عشان العميل ما يشوفهاش ولا المنافس كمان يشوفها فيستغلها. والجزئيه اليونيك دي هي دي ملعبي بقى، دي يعني ايه، دي رزقي في الدنيا بقى اللي انا هشتغل عليه وابدا استثمر فيه واستخدمه في الماركتنج مسجز وهكذا. والحته المشتركه اللي بيني وبين المنافس دي الجزئيه اللي هستثمر فيها واحافظ عليها، ولكن مش هستخدمها في رسائل التسويقيه لانها موجوده عند المنافس، فهبقى بكرر نفسي قدام المنافس. يعني مش عارف الحته دي وضحت ولا لا. اتمنى يعني لو وضحت. حسن ممكن تقول لي لو الشرح كان كويس؟ محمد شوكت كمان عارف انك مركز معانا، لو الحتة دي وضحت يعني. فشطارة دايما الماركتير او اللي شغال في الجزئية بتاعة الكاستمر نيدز، ان هو يعرف مميزات وعيوب منتجه ومميزات وعيوب المنافس بتاعه، وفي نفس الوقت يبدأ يحط الخطة بتاعت الاستثمار اللي احنا اتكلمنا عليها دي
هستثمر في ايه وهخفي ايه. شكرا لك يا ابو حميد. يلا كمل يا صالح. هي آخر حاجة، يعني من رأي حضرتك مين اللي يحتاج يتعلم بيزنس ديفلوبر؟ مين اللي محتاج يتعلم يعني للمساعدة، ويبدأ منين؟ ده من وجهة نظر حضرتك بقى، أنا بعيد عن وجهة نظر أنا خالص. طيب بص، هو البيزنس ديفلوبمنت انا بعتبرها هي مرحله اعلى من الاداره. يعني لو انت راجل مدير مبيعات، فالاصل انك انت تبقى باصص ان مرحلتك الجايه تبقى مدير تطوير المبيعات. آه، علشان افهم ده واتعلمه كويس، انا لازم اكون عندي خبره في السوق، وعندي علاقات في السوق، وفاهم التكنولوجي بتاعت السوق. وكمان عندي شكرا يا استاذ رضا، ربنا يبارك لك. وكمان عندي continuous education، او علم مستمر. لان البيزنس ديفلوبمنت زي ما اتكلمنا هو علم متطور. فلو انت ما عندكش طرق تخليك متابع السوق، ومتابع التطور في التكنولوجي، ومتابع ايه اللي بيحصل في الاندستري، ومين البارتنرز بتوعك، ومين الناس اللي انت تقدر تسند عليهم وهكذا، وعندك علاقات بيهم، فبالتالي انت بعيد عن الحتة اللي هتدي لك ميزة في المكان. فالبيزنس ديفلوبمنت ما هواش مجرد علم بتدرسه، ولكن بيعتمد اكتر على قدرتك على متابعة الابديتس اللي بتحصل، علشان دايما تبقى عارف ازاي توظف المنتج بتاعك في اي فرصة بتطلع في السوق. ف فهاو تو كيب يور سيلف ابديتد عن طريق بقى اشتراكات في ويب سايت، متابعة الاخبار، علاقات في السوق، حضور مؤتمرات. كل الحاجات دي مهمة جدا لأي حد بيشتغل في البيزنس ديفلوبمنت. وبدأت الشركات الكبيرة كمان بتتعامل مع البيزنس ديفلوبمنت على إنه تيم، ويتقسم فانكشنز. حد بقى يركز مع الميديا، حد يركز مع البورصة، حد يركز مع السوق والعلاقات العامة. عشان كده زي ما كنت بتكلم من شوية، ان في بقى في بزنس ديفلوبمنت فور ماركتنج وفور سيلز وفور اتش ار، علشان يتابع تطورات المان باور والسكيلز والتريننجز، وكمان يعمل تالنت اكوزيشن، مين احسن حد في كل تخصص ويجيبه ويعينه في الشركة. فده دور البيزنس ديفلوبمنت فور اتش ار. يعني بقى في تخصصات، يعني الموضوع ما بقاش مجرد ان انا بزنس ديفلوبمنت فبجد الفرص في كل حاجه في اي تخصص في الشركه. لا، ده بقى في تخصصات دقيقه تحت البزنس ديفلوبمنت. فتاني زي ما كنت بقول من شويه، ان هي مش مجرد بس نوليدج، لا ده اكنك اخد كوميتمنت على نفسك بانك هتفضل تدرس وتفضل تتعلم وتفضل تتابع السوق وتطوراته والتكنولوجي وكده. ده اللي هيميز اي حد بزنس ديفلوبر عن التاني يعني. ف... فده كل اللي انا انصح بيه اي حد بيفكر في قصه البيزنس ديفلوبمنت دي. تمام. في اي سؤال تاني يا صالح؟ هو آخر سؤال، النقط الأساسية اليومية للبيزنس ديفلوبمنت. تمام. يوميا ايه النقط الأساسية المفروض إن هو يوميا بيعملها؟ زي حضرتك الماركتير عنده نقط أساسية يومية، والسيلز عنده نقط أساسية يومية. ايه النقط الأساسية اليومية دي؟ بص، الراجل ده صياد، يعني هو اساس شغله ان هو صياد. فلو انا بشتغل صياد، فبالتالي انا لازم ابقى عارف مواسم الصيد، وابقى عارف امتى اطلع اصطاد، صبح ولا ليل. ولو اصطدت هبيع فين الصيدة اللي انا اصطادتها دي، وازاي اجد الفرص في ظل المنافسة اللي عاملة زي موج البحر طول الوقت، هايجة ومتعبة وهكذا. فهو بيصحى كل يوم الصبح علشان يجد الفرص، ويحول الفرص دي لأكشن بلان، ويجد نقاط القوة في المنتج بتاعه علشان يعرف يصطاد بيها فرص أكتر، ويجد نقاط الضعف في المنتج بتاعه علشان يطورها ويحولها لنقطة قوة، فبالتالي هيصطاد فرص أكتر وهكذا. فهو راجل المفروض يكون اوير وعنده تنشن عالي، وعنده listening
قوي جدا للي بيحصل جوه الشركه وبره الشركه، علشان دايما يجد فرص تخليه دايما ابديتد، وتخليه يشتغل فعلا بقى على موضوع السستينابيلتي او الاستدامه بشكل او باخر. دايما استراتيجيات الشركات بتتبنى بالشكل ده. فلو حد عنده استراتيجي مانجمنت سكيلز او مهارات اداره استراتيجيه، وفاهم يعني ايه استراتيجيك بلاننج واكزكيوشن او تنفيذ، وفاهم يعني ايه disruption في السوق، او يعني زي التكنولوجي كده لما بتدخل في حاجه وتغير ملامحها، لازم هو يبقى فاهم الكلام ده وابديتد بيه. تمام يا دكتور. انا بشكرك يا صالح، أنا اللي وشكرا بشكر حضرتك، على الاسئله اللي وفرصة انت سعيدة، بتقولها. وشكرا على الدعم دايما اللي حضرتك بتقدمه لي يعني بجد. وأنا سعيد إن أنا اتعرفت على حضرتك يا دكتور، وأتمنى ما أكونش أزعجت حضرتك وخدت من وقت حضرتك. حبيبي يا دكتور. ربنا يخليك. اتفضل يا دكتور. طيب عشان بس اكمل كان في حد كان بيسأل سؤال خاص ب اللهم صل على رسول الله، يروح مني السؤال. طيب لو احنا حبينا مثلا نتكلم في عجالة كده على الفرق بين الماركتنج والسيلز والبزنس ديفلوبمنت، واللي عنده معلومة يا ريت يقول لنا علشان نشارك بعض. ايه الفرق بين الماركتنج والسيلز والبزنس ديفلوبمنت، علشان دايما بيبقى فيه كونفليكت. احنا في كلامنا النهارده حاولت على قد ما اقدر افرق بين الماركتنج والسيلز والبزنس ديفلوبمنت في وسط الكلام. فهل في حد عرف يطلع كده كل واحد منطقته ايه من غير ما يكون في تداخل بينهم، ولا لسه الناس برضو ما وضحت لهاش الحكاية؟ مفيش حد بيجاوب. طيب انا هبدأ اجاوب عشان ما اعطلكمش. الماركتينج ببساطة هو بناء علاقة طويلة الأجل مع العملاء. يعني لو أنا عندي مجموعة من العملاء، خلاص عرفت شريحة العملاء دي، فبالتالي الماركتينج هيبقى وظيفته بناء علاقة مربحة تجيب فلوس، بيتابع فيها أرقامه كويس جدا مع شريحة العملاء دي. فالماركتينج هيبدأ يعمل مسجز، ويبدأ يعمل كامبينز، ويبدأ يعمل كونكشنز وايموشنال كونكشنز مع شريحة العملاء المستهدفة دي. خلاص ده دور الماركتينج. طب السيلز هو دوره انه يبيع دلوقتي. يعني دور السيلز في انه يقفل البيع، يخلي العميل يشتري دلوقتي، يخليني ان انا احقق ارباح ومبيعات دلوقتي. بيفكر اكتر في ان المنتج ده يعني يخلص من على الرفوف، او الخدمه تتأدى، ويوصل الشركه دايما ل 100% سيلز او 100% يوتيلايزيشن او استهلاك او كده يعني. فبالتالي دور السيلز في ان هو يحقق الارقام المطلوبه بشكل شهري، بشكل محدود بتايم لاين معين يعني. فده كده دور السيلز. طب دور البيزنس ديفلوبمنت ايه؟ دور البيزنس ديفلوبمنت ان هو يجد فرص اضافيه، يعني يجد سوق جديد مثلا، يجد منتج، يعني استخدام جديد للمنتج، فبالتالي هيجد شريحه جديده من العملاء. فاول لما هيجد شريحه العملاء دي هيبدا يسلمها للماركتنج يشتغل عليها، فبقت شريحه مستهدفه، وهيبدا يسلمها للسيلز عشان تقفل البيعه بتاعتها. فبالتالي الثلاثه سيلز وماركتنج وبزنس ديفلوبمنت هم معشقين في بعض كده، بس كل واحد فيهم لو شاف دوره بشكل كامل هتبقى خدنا البنفيتس كلها. فالبزنس ديفلوبمنت حد دوره في الديفلوبمنت، في تطوير البزنس بروسيس اللي شغاله دلوقتي، يعني ايجاد عملاء، شريحه مختلفه من العملاء، ادخال مواصفات جديده للمنتج، عمل بقى فكره التصدير والبيع خارج المنطقه اللي احنا شغالين فيها. ده دور البيزنس ديفلوبمنت. دور الماركتنج في ان هو يركز
على بناء علاقة طويلة الأجل مع العملاء المستهدفين. الشريحة الواضحة قدامي دي المستهدفة، هبدأ أبني معاها علاقة طويلة الأجل، لونج تيرم ريليشن. فبالتالي ده الماركتينج. إنما دور السيلز إن هو يبيع دلوقتي، هو اللي بيقابل العميل في الآخر علشان يقفل البيعة. ويهمه يهمه دايما إن يكون السيلز ده يهمه دايما انه يحقق الارقام المستهدفه في الفتره الزمنيه القريبه، شورت تيرم اكتر بكتير من الماركتنج، اكتر بكتير بقى منهم اللي بيفكر في اللونج تيرم هو البيزنس ديفلوبمنت. فكل واحد شايف فتره زمنيه اقل، وشايف العميل بشكل مختلف، وشايف الفرص كمان بشكل مختلف. أنا بشكرك جدا يا صالح على مشاركتك وعلى الأسئلة اللي أنت تعبت فيها وطلع عينيك فيها، وبإذن الله يكون الناس استفادوا. وأنا مش عايز أطول أكتر من كده، ويعني بشكركم جميعا على الناس اللي كانت متابعة والناس اللي سألت وشاركتنا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. بإذن الله نعمل لايف تاني قريب برضو نتكلم فيه على البيزنس، نكون جمعنا فيه شوية موضوعات تهمكم. شكرا جزيلا، واشوفكم على خير ان شاء الله.